روتين في حياة أم التوأم ولسه والدة جديد، بنوتة عندها شهر كده. وأعزكم الله كده، ده التويلت طبعا كنت سايباه فترة لأن أنا كنت قاعدة عند والدتي، فجيت طبعا لقيته بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت، وكان يعني أعزكم الله كان متسخ جدا جدا. فأنا قلت بقى لازم أبدأ كده أنظف تنظيفات عميقة للبيت. فبدأت طبعا بالحمام لأن كان مضايقني جدا طبعا. ده كان البامبرز طبعا بتاع التوأم. ربنا يعافينا طبعا من البامبرز ده ونخلص منه على خير. ابتديت بقى ان انا اغسل الحوض الاول، الحوض بتاع الحمام، وبعدين عملت الباقي. وطبعا هو كان بالمنظر ده لما كان طبعا محدش جه ساعدني يعني بعد الولادة، فاضطريت طبعا ان انا هعمل كل حاجة لوحدي. بس ما تنسيش كده تدعميني بلايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويا ريت نرفع الفيديو مع بعض باللايكات يا جماعه، عشان انا عندي المشاهدات واقعه خالص الفتره اللي انا ما كنتش بعمل فيها فيديوهات بسبب الحمل طبعا وتعب الحمل. القناه طبعا بدات ان هي ما تنتشرش زي الاول. فانا محتاجه طبعا لايكات كده وحاجات حلوه واشتراكات عشان تساعدوني ان انا اكمل كده ويبقى عندي حماس ان انا اكمل كده. كنت بغسل طبعا الحوض من تحت ومن فوق، لان هو كان طبعا بيبقى متسخ جدا، وطبعا اللون الابيض دوت بيبقى اي وساخه كده بتبان فيه، يعني حتى لو انت هتلاقي هو بيتوسخ كل تقريبا يومين هتلاقيه كده بالمنظر ده. فحبيت كده اوريكم روتين تنظيف التويلت بعد بعد فتره انقطاع طويله طبعا. وهو طبعا ما كانش في حد بينظف. وكده كنت بشيل الحاجات، والبانيو طبعا ابتديت اغسله بالفرشه بتاعه البلاط ديت. حاولت اغسله بيها، بس الصراحه انا ما عجبنيش ان انا اغسلها بالفرشه بس. فروحت طبعا مسكت بعد ما شطفته كده حسيت ان هو لسه فيه اصفرارات وحاجه لون الاصفر يعني. فالصراحه ما عجبنيش، رحت جبت الاسفنجه اللي مخصصها يعني للحمام، ورحت غسله بيه الحمام زي ما انتم شايفين كده، وغسلت البانيو بيها برضو، لان انا ما عجبنيش الصراحه بتاع الفرشه دوت. انا عموما يا جماعه كنت ببدا على طول بالمطبخ، على طول اول ما اصحى من النوم ببدا بالمطبخ اشوف غسيل المواعين اذا كنت سايبه المواعين بين بالليل او الطبيخ يعني. بس النهارده بقى حبيت ان انا ابدا بالتويلت الاول، لان انا مش ضامنه اذا كنت هعرف اغسله تاني ولا لا يعني. هو انا صحيت قبل التوأم وقبل ما ورضعت البنوته ونيمتها، وصحيت قبل التوأم عشان اعرف ان انا اعمل الحمام دوت، لان طبعا في وجود التوأم صعب ان انا اعمل حاجه. فبحاول استغل فترة نومهم يعني واصحى بدري شوية. فزي ما قلت كده انا غسلته طبعا بالاسفنجة، ورحت مغسله الباب طبعا، باب الحمام برضو لان هو كان مطرب ومجير كده ما حبيتش شكله. رحت غسلاه زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين رحت حطله بقى بعد ما شطفته. رحت حطله بقى ملمع البيبان يعني، ده اللي هو ملمع الخشب. في الاخر خالص بعد ما غسلت طبعا القعده عزكم الله كده، غسلتها كويس لان هي كانت برضو مش نضيفه خالص. هو انا عندي حمامين عامه، بس اضطريت ان انا ابدا بده لان ده اللي بستخدمه كتير. الحمام التاني طبعا انا حاطه فيه الهدوم وغسلت والغساله والغسيل يعني، فاستخدامه قليل بالنسبه لي. فده اللي كنا بنستخدمه كتير، فاضطريت ان انا هبدا بيه. وبعدين طبعا الارضيات بتاعت الحمام طبعا انا حبيت ان اعملها تنظيف عميق كده، لان انا كان عندي فتره فعلا من بعد رمضان كده ما عملتش حاجه، وما لحقتش طبعا انضف تنظيف العيد لان كنت على ولاده خلاص. ف الصراحه يعني كان لازم ينضف تنظيفه كده عميقه حلوه عشان الواحد يحس بانت عايش. وبعدين رحت بقى اخر مرحله طبعا حطيت ميه سخنه وحطيت فيها معطر الجزء الاخير طبعا ده. لازم نعطر الحمام عشان تبقى ريحته حلوه. وطبعا مع تغيير البامبرز للتوأم بيبقى ريحته مش حلوه خالص، فاضطر ان انا احط معطر وحاجات من دي كل يوم كده او يومين لازم اظبطه يعني. ده كان شكل الباب بملمع الخشب دوت، بس فرق معاه خالص يعني الصراحه، وكان شكله بيلمع كده وحلو. وبعدين اخر حاجه رشيت طبعا معطر في الحمام، وكده كنت خلصت الحمام خالص. بعدين دخلت بقى على المطبخ، سلقت البطه، وبعدين رحت طبعا جبت الحله، وحطيت فيها الميه، وحطيت الملح، وحطيت
وفرخة. انا بعمل اكل اليومين عشان ما اضطرش ان انا كل يوم اطبخ يعني، عشان طبعا ظروفي بالتوأم وطبعا والبنوتة الجديدة طبعا، فاضطريت ان بعمل حاجتين مع بعض بحيث تكفيني يومين. وكنت بعمل بقى اكله جميله خالص، الله يرحمها حماتي ويسامحها يعني ويغفر لها كل ذنوبها يا رب. كانت علمتها لي وانا الصراحه عشقتها الصراحه من ساعه ما هي بدات تعملها لنا، وانا حبيتها واتعلمتها منها. هي اكله كده صعيديه ريفيه كده، حاجه جميله. الكشك طبعا بتاعنا معروف طبعا في الصعيد. عملتها بقى اول حاجه ان انا بليت الكشك بتاعنا، وبعدين قطعت بصلايه صغيره خالص ودبلتها. آه معرفش هما بتوع وجه بحري يعرفوا الكشك بتاعنا المطبوخ ولا لأ، بس هو الصراحة أكلة جميلة جدا جدا جدا، ويعني من أحب الأكلات ليا، بحب أعملها خالص، وكمان سريعة جدا. يعني الأيام اللي بكون مزنوقة فيها بروح عاملة بقى اللي هو الكشك. أكلة الكشك دي بتبقى الصراحة تحفة مع البطاية، بتبقى أحلى أكلة كده. رحت دبلت طبعا البصلة مع شوية زيت وسمنة، حبة سمنة بسيطة طبعا، وحطيت لها طبعا الشوربة، وبعدين رحت حطيت فيها الكشك. وبعدين طبعا بعد ما بتحط الكشك بنعمل بنجيب معلقة كبيرة من الدقيق هرمية يعني كده، وتحط عليها نص كوباية مية، وتقلبيها كده حلو، وبعدين تحطها وتسيبهم بقى يغلوا مع بعض. أكلة جميلة جدا يا جماعة، ويا ريت يعني تجربوها كده، مش هتدعولي يعني، هي طعمها جميل وانا بحبها جدا. وبعدين بنعمل كده الرز. عملت الرز طبعا، هي بتتعمل برز وعيش ذرة. عيش ذرة بنبله بالكشك كده. كنت بقى اكسر كده العيش الذرة وحطيت عليه طبعا الكشك عشان يطرى معايا. حط كمية كشك كويس عشان يطرى معاكي تمام. وبعدين بنحط عليها الرز من فوق كده تمام. بتبقى زي الفتة كده بس بالكشك يعني. وكده كان الاكل بتاعنا، وكان لازم جنبها سلطة طبعا. وبعدين يا جماعة رحت بعد ما اتغديت طبعا وارتحت كده شوية، ابتديت ان انا اغسل المواعين، لان كان مواعين كتيرة وكانت معايا مواعين بالليل، فاضطريت ان انا كده اغسل مواعين ما شاء الله كمية كبيرة. بس انا غصب عني ان انا بسيب مواعين بالليل، لان طبعا مع التوأم ومع النونو الجديد، فالواحد بيبقى مش قادر يعمل حاجة طبعا في نهاية اليوم. اضطريت كده كانت مواعين كتيرة غسلتها كده زي ما انتوا شايفين. ما تنسيش بقى تصلي على النبي في الكومنتات وتضغط لايك وتقولي رأيك بقى في الروتين بتاع النهاردة، حلو وتشجيعي لأي واحدة عندها أطفال تحت سن السنتين ولا ايه رأيكم في الموضوع دوت؟ وزي طبعا يا جماعه ما بقول لكم كده دايما ان احنا بنستعين بالله، عشان كده بنقدر نقوم ونتحرك ونعمل زي وننجز زي ما انت شايفه كده، لاننا طبعا من غير الاستعانه بالله مش هنعرف ننجز حاجه. استعيني بالله وربنا هيقويك ان شاء الله. وطبعا تستغلي فترات الغسيل. انا بحب استغل فترات غسيل المواعين دي ان انا بقرا قران من اللي انا حافظاه. يعني انا بحب اقرا سوره الواقعه وانا بغسل المواعين، او ان انا استغفر او اصلي على النبي. يعني دول الثلاث حاجات اللي بحب اعملهم وانا بعمل اصلا يعني، يا اما شغل البيت يا اما غسيل المواعين. سوره الواقعه حلوه جدا للرزق وبتزيد في الرزق يعني، وبتقويك عامه. الاستغفار طبعا زي ما احنا عارفين ان هو بيزود الرزق. قل استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. تمام. ده الاستغفار. كمان يزيدكم قوة إلى قوتكم. ما كان الله معذبهم ما أنت فيهم وما كان الله معذبهم هم يستغفرون. فاحنا لازم نستغفر ربنا كتير. الاستغفار ده أهم حاجة في حياتنا يا جماعة، لأن احنا بنعمل طول اليوم. طبعا انت مش عارفة انت لسانك بيقول ايه. يعني ساعات الواحد بيقول كلام كده آه غصب عنه، سواء كده شتمت عيل ابنك مثلا او قلت حاجة على حد. فاحنا لازم محتاجين جدا طبعا الاستغفار وقراءة القرآن بانتظام. طبعا في زحمة اليوم ده انت لو حافظة حاجة حاولي تقريها وانت واقفة، على الأقل تراجعي مثلا اللي انت حافظاه، او تستغفري او تصلي على النبي كتير. كل ده بيزيدنا يا جماعة رزق وبركة في حياتنا وفي ولادنا. وما تنسيش بقى تدعي كتير كده وصلي على النبي في الكومنتات وتدعميني كده باللايك والاشتراك الحلو.
عشان اعرف ان انا اكمل واواصل يا جماعة، لان طبعا القناة واقعة جدا، وانا دي لي فترة بعمل فيديوهات بس للأسف مش لاقي اي نتيجة. معرفش بقى لما وقفت فترة هل الدنيا نزلت معايا في المشاهدات خالص ولا ايه السبب بالظبط. فنحاول كده يا جماعة تدعموا القناة بتاعتي وتضغطوا لي لايك واشتراك، عشان ان انا يبقى عندي كده يعني تفاؤل ان انا اكمل واعرف انزل فيديوهات. بس وده في النهاية كنت غسلت البوتاجاز بقى، برضو كان ده فترة مقادير كتير ما كنتش غسلته. حش طبعا العيون كانت عايزة تتغسل، بس انا طبعا تعبت الصراحة ما قدرتش اكمل تاني. رحت سايباها بقى ايه اليوم كده، ان شاء الله هفضلها واغسل العيون عشان هي توسخت جامد، لان انا كنت برضو ايه فترة الحمل بتاعتي ما كنتش بغسلها وكنت تعبانه خالص، فما قدرتش ان ايه هعمل حاجه. فزي ما انتم شايفين كده اتوسخت خالص، فان شاء الله باذن الله كده هغسلها في فيديو انا وانتو. طبعا انا كنت منزله وصفه لغسيل العيون، بس ان شاء الله هنزلها تاني وهتنضف معانا وتبقى جميله، مع المحافظه والاستمرار في غسلها تبقى ايه، تبقى نظيفه على طول. وده كانت نهايه الفيديو. فما تنسيش بقى ايه اللايك الجميل والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.